السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده بقى هنعمل شوية كبدة اسكندراني ولا اجدعها عربية في الشارع. معايا كيلو كبدة مقطعاه، كيلو كبدة وقطع من الدهن دي بتدي برضو تست حلو قوي. معانا هنا نص راس توم، والثوم ده مفروم، وقطعة من الفلفل اللي هو الأحمر ده مع الفلفل الحراق، وليمونتين، وطبعا معانا الخل الابيض. تمام. هنجيب بقى الكبه الجميله دي، كبه كده يعني ايه، بصي دي من ايام زمان بتاعت ماما، يعني من ايام جهاز والدتي يعني. فانا عايزه اقول لكم الكبه دي يعني احسن من 100 كبه موجوده حاليا يعني. هننزل بقى بالثوم كده بتاعنا و... والفلفل بقى الاحمر. بصوا الفلفل الاحمر ده انا حطاه زياده من عندي، يعني اللي هو مش متوفر عندك فمش هيأثر خالص لو ما اتحطش في الخلطه اللي احنا هنعملها دي. تمام. بس عايزه اقول لكم يعني الخطوات سهله وبسيطه، وينفع بقى بصي تتاكل مع طحينه بقى وعيش، تتاكل مع مكرونه وبطاطس محمره، حسب ما يعني ايه ما شوقك يجيبك او مزاجك يجيبك يعني. قطعت بقى انا كده الايه الفلفل وحطيته مع التوم. انا هو التوم اصلا مفروم، بس انا عايزه اديله فرمه مع الفلفل علشان ايه يتجانسوا مع بعض كده ويبقوا طعمين كده. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش كده وانت بتتفرجي عليا اللايك الجميل والكومنت اللي زي العسل زي كده. وما تنسيش قبل ما تخلصي الفيديو تعملي سبسكرايب للقناة، ده هيسعدني ويشرفني. بعد بقى ما فرمنا الخلطة بتاعتنا، يلا بقى ايه نجهزها كده في البولة الصغيرة دي. هننزل بالخلطة دي كلها كده. ماشي. عايزة اقول لكم يعني هتقلبي ريحة البيت، والجيران كده هتخبط عليكي وتقولك والنبي هاتلي سندوتش كبدة كده ايه من اللي انتي عاملاها. ليمونتين، الليمون ده بيدي تيست حلو قوي مع الكبدة. آه اهم حاجة الكبدة يعني ايه، تسويها على الاول، على طبعا لما هنشوف مع بعض دلوقتي الاول كل الخطوات اللي هنعملها هنبقى على نار متوسطة، وبعد كده بتسيبيها يعني ايه من قيمة مثلا من ربع ساعة كده على نار هادية خالص خالص، بحيث اللي هي ايه تستوي وتبقى مية مية. بس انت طالما مقطعاها شرايح صغيرة هتستوي معاكي على طول، مش هتبقى يعني ايه ناشفة او كده. خلاص حطينا حوالي ربع فنجان من الخل على الخلطة بتاعتنا الجميلة دي، وهنقلبها كده ويلا بقى ايه نروح مع بعض بإذن الله على النار بقى نشوف هنعمل ايه بقية الخطوات ازاي. خطوات سهلة وبسيطة، محدش يروح في اي حتة. يلا بينا يا حبايبي. هنا بقى بصوا عندك بقى صينية، جريل، مقلاية، المتوفر عندك. انا الصراحة يعني ايه بحب اعملها في الصينية كده عشان تاخد راحتها كده وايه واعرف اقلبها كده وتستوي كده وتبقى مية مية. خلاص هناخد نص الخلطة دي. هقول لكم طبعا احنا يعني ايه النص التاني احنا هنعمل بيه إيه. بس خليكم بس معايا كده مركزين كده. ماشي. نزلت اهو انا كده بقى ايه نص الخلطة. بصوا انا عايزة اقول لكم الطشة رهيبة، الريحة بصوا كانت قلبة حرفيا البيت. ريحتها تحفة جدا الخلطة دي مع الزيت كده، الطشة كده بتبقى رهيبة. هننزل بشوية كزبرة كده ناشفة عشان ندلع المسائل كده. وبعد كده ايه نديها تقليبة كده مع بعض كده. ونكون طبعا زي ما قلت لك الكبده قطعيها شرايح صغيره علشان تستوي معاكي. خلاص. ده كيلو كبده هننزل بيه كده زي ما انتوا شايفين. وهنديله بقى الايه التقليبه كده
عشان ايه يعني زي ما بتقولي كده ايه نديله صدمة كده، ندي للكبدة صدمة كده الاول لغاية ما اللون الاحمر ده يعني اللون بتاعها الاحمر ده يختفي، وتديها اللون بتاعها اللي انتوا عارفينه اللي هو ايه لما بتكون مستوية يعني. ماشي. نديها بس الصدمة، وهنكمل طبعا مع بعض خطواتنا. ماشي. هنعمل بقى ايه تاني؟ حطيتي اللايك؟ حطي اللايك كده وايه، وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض بقى بعد كده، هنجيب الباقي من الخلطة اللي احنا عملناها، هننزل بيها على الكبدة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. تمام. ونديها الايه التقليبة السريعة دي. هنكون بقى ايه نسيبها حوالي ايه يعني 10 دقايق كده بس. ايه هنديها بقى ايه البهارات بتاعتها. هنحط برضو شوية كزبرة على شوية كمون. الملح ما بنحطهوش الوقت، الملح بنحطه في الاواخر كده، اول ما بتبدأ اللي هي تستوي معانا كده بنبدأ اللي احنا ايه نحط الملح. ماشي. انا ما بحطش في الكبده بتاعتي غير كزبره وشويه كمون وشويه ملح ومعلقه كده صغيره من البهارات اللي هي السبعه دي. تمام. وندي بقى التقليبه المتينه بتاعتنا كده عشان البهارات كلها تتجانس مع الكبده. هنكون بقى ايه جهزنا حوالي 3 بصلات متوسطين كده الحجم. بنقطعهم بقى ايه شرايح كده. ونبدأ بقى اللي احنا ايه نقلب كده كويس البصل مع الكبدة. ماشي. وبعد طبعا ما هنقلبه هنسيبه برضو لما البصل يتجانس كده معاها ويتكرمل كده ويبقى جميل كده. ماشي يا حبايبي. شايفين الجمال؟ يلا بقى ايه تعالوا انا وانتوا بقى نفتح عربية كبدة كده ونظبط الدنيا. ده فلفل رومي برضو 3 فلفلات كده قطعتهم. ونزلت برضو بيهم زي ما انتوا شايفين كده على الكبدة. هندي برضو التقليبة بتاعتنا الجميلة. بصوا يعني تكات بسيطة جدا بس هتخلي معاكي شوية كبدة عظمة عظمة على عظمة. تمام. هنسيبها بقى شوية بقى ايه على نار بقى ايه هادية كده. واخر حاجة طبعا احنا لسه محطناش الملح، خليكم فاكرين. ماشي. بعد ما سبناها شوية هننزل بالملح ونقلب بقى ايه الكبدة بتاعتنا كده. ماشي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بس كده يا حبايبي هنسيبها بقى ايه حوالي يعني ربع ساعة كده على نار هادية خالص لغاية ما الكبدة بتاعتنا تستوي مع الفلفل مع البصل مع كل الحركات والتكات اللي احنا عملناها دي. وان شاء الله هوريها لكم بقى ايه لما تستوي. يا رب كده ايه الخطوات دي تكون كده سهلة وبسيطة بالنسبة لك. بس قبل ما تطفي عليها النار بالشوكة كده بتاخدي واحدة قطعة كده مثلا وتدوقيها. تمام.
فخليكم بقى ان شاء الله معايا كده لنهاية الفيديو، محدش يروح في اي حتة، انتظروني. بصوا بقى حبايب الكبدة وجمالها. يلا بقى ايه، كل واحدة فيكم كده تجيب رغيف عيش كده شوية طحينة، وتيجي بقى تاكل معايا الكبدة العسل دي. كبدة كده بصوا، والله العظيم ريحتها وطعمها حكاية. انا لو طول ادوقها لكم كده كنت دوقتها لكم. طريقة سهلة وبسيطة. تتاكل بقى زي ما قلت لكم مع شوية طحينة وعيش مع مكرونة، حسب ما الشوق كده ايه يجيبكم تتاكل. ولا اجدعها كبده والله العظيم من بتاعه العربيات او المحلات. احنا عندنا هنا في بورسعيد محل اسمه كبده الفلاح، والله العظيم 3 احلى منها. حطي بقى اللايك واعملي سبسكرايب للقناه،